طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبرك أعماله. اختتام المنافسات الرياضية الثقافية للقوات البحرية للقيادة الجنوبية. دورة في العروض الفنية والرقصات الشعبية في الإقليم الجنوبي. باكستان والهند تتبادلان قوائم المواقع النووية لبناء الثقة. الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أمريكية ردا على بيع أسلحة لتايوان. روما وطهران تتبادلان استدعاء السفراء أثر توقيف صحفية إيطالية في إيران. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقد في 2 يناير في برانتو أعماله للعام 2024، وناقش البرامج المشروع تنفيذها في العام الحالي. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السفير محمود علي جابران التنظيمات التي تفرعت على مستوى الضواحي والقرى بتنظيمات منفصلة ما بين اللجان الشعبية والموظفين الحكوميين للمشاركة وخدمة البلاد في البرامج التنموية والوطنية شهدت ارتفاعا ملحوظا كما ونوعا. وأفاد المسؤولون الشؤون التنظيمية السياسية والإدارية ومسؤولو فروع الجبهة بالمديريات في التقارير التي قدموها نجاح جزء كبير من البرامج التي تم التخطيط لها، وأن عدم تجميع القرى ونقص المواصلات كان من أهم المشاكل التي واجهت العمل التنظيمي. وأضاف أن التنظيمات المدنية وموظفي المؤسسات الحكومية عملوا على إعانة أسر الشهداء والفئات المحتاجة إلى جانب أعمال نفير جماعية هادفة لحفظ المياه والتربة وتأهيل الأعضاء بتدريبات مهنية وتوعوية مختلفة المشمولة بالحملات التثقيفية الشاملة للقضايا المؤثرة على الحياة العامة والفئات ذات الاهتمام الخاص مثل الشباب والمرأة. وأشار حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي أن توسيع مدى أنشطة التنظيمات وفعالياتها برهان على الجهود المبذولة مما يؤكد على تقدم النمو الوطني بين كافة الفئات، مذكرا بدور التنظيمات الهامة في تنفيذ البرامج التنموية إلى جانب تقوية وتعزيز المشاركة الكاملة للمجتمع في العمل والنمو الوطني طويل الأمد، مناشدا الجهات المختصة إلى الاستجابة إلى أسئلة واستفسارات المواطنين التي تطرح في لقاءات التنظيمات على مستوى المديريات والضواحي المختلفة بأسرع وقت وفعالية. اختتمت في 31 من ديسمبر الماضي المسابقات الرياضية والثقافية للقوات البحرية القيادة الجنوبية التي أقيمت في راس تارما وحليبة وقحرو ودميرو. حضر حفل الاختتام الذي جرى في راس تارما قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم وقائد القوات البحرية القيادة الجنوبية المقدم قيتوم كيداني وقادة ومسؤولون آخرون. شملت المنافسات التي جرت للجنسين رياضات كرة القدم والطائرة والخياطة وعروض الأزياء وغيرها. وفاز في المنافسات فريق هايكو بتصدره الترتيب العام للمنافسات، وتم توزيع جوائز على الفائزين على الأفراد والفرق. وذكر في المناسبة أن البرامج الرياضية والثقافية ستستمر بوتيرة أكثر قوة وتنظيما باعتبارها تشكل جزءا هاما من الأنشطة اليومية للجيش. خرج قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي في 2 يناير الجاري 46 فنانا من بينهم 12 فنانا بعد تلقيهم دورة فنية في عزف الآلات الموسيقية والرقصات الشعبية لمدة 21 يوما. شملت الدورة المقدمة للشباب الفنانين القادمين من 12 مديرية في الإقليم الجنوبي تدريبات عملية ونظرية في مجال الرقصات الشعبية للقوميات الإريترية وإخراج الرقصات والتلحين بالآلات الموسيقية التقليدية نظرا إلى النغمات والنبرات الشعبية. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس في كلمته التي ألقاها بمناسبة التخريج أن الدورة مواصلة للجهود المبذولة لتوريث الثقافات القومية والتقدم نحو دراسة وتوثيق الرقصات الشعبية والتقليدية نظرا إلى التعدد الثقافي الذي يتمتع به الإقليم. وأوصى أحد المدربين القادمين من مفوضية الثقافة والرياضة خبير الرقصات والآلات الموسيقية السيد كحسي قبري هوة الخريجين بالتعمق في الفنون التقليدية وتقديمها بدراسة الأساليب والأنماط الأصلية لها.
موضحا التحديات التي تعرض الثقافة للاندثار وعدم توريثها بالرغم من أهميتها العميقة والمتعلقة بالمسيرة الإنسانية والاجتماعية والحالة والمنهج النفسي للمجتمعات وتاريخها، بالإضافة إلى هويتها الثقافية والاجتماعية المعروفة بها. وأشار حاكم الإقليم الجنوبي في الختام إلى الدور الهام الذي يقع على عاتق الفنانين في توثيق والمساهمة في توريث الثقافات والرقصات الشعبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية. وقدم الخريجون عروض فنية وثقافية بالمناسبة. جرت مديرية دبارو انتخابات إدارة الضواحي ولجان القرى في الفترة من 18 إلى 29 من ديسمبر الماضي. وقد جرت الانتخابات في 28 إدارة ضاحية و82 قرية، حيث سيخدم المنتخبون لمدة 3 سنوات. وعلم بأن المشاركة المرأة كانت كبيرة في العملية الانتخابية. تلقت جمعية معاقو الحرب الإريترية مساعدات مالية من مواطنين مقيمين في المهجر. وتسلم المكتب المركزي لجمعية معاقي الحرب يوم 2 يناير الجاري مبلغ 132 ألف نقفة الذي تبرع به أعضاء جمعية الريحبن، ومبلغ 8000 نقفة وكاميرا تصوير متحركة التي تبرع بها أعضاء جمعية الري 291 من المواطنين المقيمين في المهجر. وأوضح ممثلو الجمعيات المقدمين للمساعدات أن مسؤولية إعانة ومساعدة المعاقين تقع على عاتق المجتمع عامة والأجيال الشابة خاصة، اعتبارا للتضحيات التي قدمها الشهداء والمعاقين من أجل الوطن، وأنهم فخورين بمشاركتهم في هذا العمل النبيل. هذا وقد أفادت تقارير جمعية المعاقين تلقيها المساعدات المماثلة في أوقات سابقة بمبلغ 30,735 نقفة من المتبرعين الإريتريين المقيمين في إسرائيل، و32,100 نقفة من الشباب المقيمين في ميونخ الألمانية وضواحيها، بالإضافة إلى 836,100 نقفة تبرع بها أعضاء الجالية وأرسلت من السفارة الإريترية بإسرائيل. وأشاد مسؤول قسم التنمية الاقتصادية بالجمعية السيد تسفى ميكائيل هايلان المساعدات التي تبرع بها الإريتريين المهتمين باستمرار تدعم جهود الجمعية والجهود التي تقوم بها الحكومة عبر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية التي تنتج في حل المشكلات الاقتصادية وتمكن إتاحة فرص العمل والاستثمار للمعاقين المستفيدين من تنظيمها تحت ظل الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. تبادلت باكستان والهند قوائم المنشآت والمواقع النووية في إطار إجراءات بناء الثقة وتجنب الحوادث العرضية في هذا المجال بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنها قامت بتسليم مسؤول السفارة الهندية بإسلام آباد قائمة المنشآت والمواقع النووية الباكستانية وفقا للاتفاق المبرم ما بين البلدين في العام 1988، والذي ينص على ضرورة تبادلهم المعلومات من مطلع كل عام، ويحظر عليهم إطلاق هجمات على المنشآت النووية للبلد الآخر. وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولا باكستانيا لدى الهند سلم في المقابل قائمة الجانب الهندي من السلطات الهندية. ويأتي تبادل القوائم المنشآت النووية تنفيذا للاتفاقية الموقعة ما بين البلدين في 31 من العام 1988، والتي تم الالتزام تطبيقها منذ العام 1992 بهدف تبادل قوائم المنشآت والمواقع النووية التي يريد البلدان إدخالها في نطاق هذه الاتفاقية في اليوم الأول من كل عام ميلادي. فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أمريكية. وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن فروعا لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس وراسيون شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان ودرجت على قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها، وستمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديرائها دخول البلاد بحسب الوزارة. وأعلنت الصين عن عقوبات على 7 شركات أمريكية للصناعة العسكرية من بينها نيستيو وهي فرع لبوينغ على خلفية المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان أيضا وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعى سفير بلاده لدى طهران باول أمادي على خلفية اعتقال الصحفية تشيليا سالي في طهران قبل أسبوعين أثناء عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية. جاء استدعاء السفير الإيطالي لدى طهران بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذتها روما باستدعاء السفير الإيراني لديها محمد رضا للمطالبة بالإفراج فورا على الصحفية الإيطالية. وفي بيان بهذا الشأن أكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني أن روما تسعى مع طهران لتأمين الإفراج الفوري عن تشيليا سالي وفي انتظار ذلك. وأتى بيان ميولي بعد اجتماع عقدته بشأن قضية سالي مع وزير الخارجية أنطونيو تياني ووزير العدل ورؤساء أجهزة الاستخبارات. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المحققون في كوريا الجنوبية أعلنوا تعليق محاولتهم توقيف الرئيس يوان سونغ يول. وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت أنها بدأت تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد. وشهد فريقا من محققي المكتب يتقدمهم مدعي عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقر الإقامة الرئاسية والواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة. وجرت عملية المداهمة بينما تجمع حشد من أنصار يون أمام المقر لحمايته. إلا أن وكالة يونهاب للأنباء قالت أن المحققين باتوا الآن في حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي بعد أن تصدت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقر. تذكير بالعناوين مرة أخرى. مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة يقيم أعماله. اختتام المنافسات الرياضية والثقافية للقوات البحرية القيادة الجنوبية. دورة في العروض الفنية والرقصات الشعبية في الإقليم الجنوبي. باكستان والهند تتبادلان قوائم المواقع النووية لبناء الثقة. الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أمريكية ردا على بيع أسلحة لتايوان. روما وطهران تتبادلان استدعاء السفيران إثر توقيف صحيفة إيطالية بإيران. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.